نياكت هاك خذي المايك القحبة الحيوان اللي جنبا غنصيفط الزمرمو فهمتيني يا حيوان هاكي القحبة العاهرة عاهرة الخليج تظهرين حلماتك وطيزك في الكاميرا بحثا عن الوصول للتاج الخامس. ألا تفكرين في عقاب الله سبحانه وتعالى؟ لماذا تعيشون؟ إذن في برنامج حوار وحمار نستضيف ضيفين كريمين من المغرب والخليجية، مغربية نوفا وحائزة على الجنسية السعودية بالتجليخ، ومعنا روح كذلك وحائز على أسطورة التجليخ بالخليج. تفضل أستاذة أو أستاذ، تفضلوا مشكورين، تفضلوا مشكورين. الحين أنت تقول ما تخافين من حساب الله مدري إيش، وتقول يا قحبة يا عاهرة، وش تحس فين تواجهك؟ أنت أصلا أكبر منافق. أوكي، احترم نفسك، احترم ألفاظك أول شيء قبل لا تنصحني، تمام؟ وبعدين تقول لي تفكين كامك. الله ما يفك الكام إلا أخواتك العاهرات مثلك المغربيات الوسخات. احترم نفسك يا كلب، خرا عليك خرا حيوان. لك المايك، اصلا ما تشرف اني اسولف على المايك معكم وسخين. جو مونج بطود القحبه. سير كل واحد طرود الزبل راهو عندي في الكوزينه. سير يا بط القحبه طبن امك. منين انت خليجيه يا العاهره يا الهاربه يا القحبه يا المغربيه يا القحبه؟ كيفاش تتفهمي؟ هضرتي يا بط القحبه وداك الدمدومه ما تيفهمنيش. كون كنتي يا بط القحبه خليجيه ما غتفهميش الغوص ديالي باش نهضر به. والله ينعل طبون امك وطبون طبابن المطبانيه ديال طبون امك امك يا بط القحبه قحبه، وما رباتكش يا بط القحبه باش تكوني انت سيترونه سيرت تقودي. يقول لك ديري يا خرجي تقودي انت. ملي قلت لك يا بط القحبه انت علاش تتعري بزازلك للسواده؟ حيت كبرتي في الجوع، حيت كبرتي يا بط القحبه في المجواعه، كبرتي في الفقر، والفقر من الاسس التي دفعتك للتعري والتجليخ في الكاميرا. هذا هو السؤال. انا باغي مصلحتك، انا اريد فقط مصلحتك يا اختي. انت اختي في الاسلام، لا غنى عن مغربية أو خليجية. فأنا لا أحسدك أنك يعني أمنيتك أن تصبحين سعودية، فأنت مغربية. لماذا تستعرين من جنسية الأم ديالك والأب ديالك؟ نعم أنت أختي في الإسلام، لا تظهرين حلماتك للخليجيين، لا تظهرين طيزك، فإن عاقبة الله سبحانه وتعالى. أقول أنت الحين نسوي فيها الشيخ العفاسة على غفلة. على زق بس أنت وجهك يا حيوان يا كلب يا رمة يا زبالة. والله ناس وسخة، وما أوسخ منك إلا هالناس اللي متجمع عليك معطيك وجه أكبر مما تستاهله ويرفعون لك. تراك سامج يا ابن الحلال، شوف لك شيء تاني. والله إنك سامج، سوي إنك تسوي مقالب الحين دكتور حمود على غفلة. على زق إنك أختي في الإسلام، خاصي تكون اخوي، ما بقول انت مغربي واسخ طرار ابو هالوجه. انقلع بس. ماشي سلطانة في منال، ماشي سلطانة باغي تجاوبيها. هناك مغربية تقيم بالسعودية الآن، وهي مغربية محترمة. باغي المايك؟ اوكي، ديري ريزان نعطيك المايك، ديري ريزان. فهذه المغربية تتعرف، هذه نوفا هي مغربية وتتكلم بالخليجية، وهي تؤكد لنا سلطانة على أنها مغربية 100% وتستعر من المغاربة. لماذا؟ نحن نعذر هذه الأخت نوفا المغربية لأنها المال والدولار السعودي يلعب دور. كيف إخوان تريدون أن لا تستعر بإخوانها المغاربة وهي نسيت آبائها، نسيت الأم ديالها اللي أرضعتها من البزولة اللي ضربها الجزار؟ فهذه إلا قحبة. ونحن ليس لنا الشرف أن نستضيف عاهرة فاسقة خسيسة بخيسة
مغربية تستعر من الراية المغربية وتقول على أنها خليجية لأن الخليجي قد اشترى لها سيارة، فنقول لك اذهبي أيتها الكلبة، فاليوم تموتين سوف تدفنين مثل كلبة بخيسة في المغرب، ولا يحصل لنا الشرف أن ندفنك في مقبرة مسلمة، بل سوف ندفنك في مزبلة من المزابل بسوق الكلب بمدينة سالق، وأنا الذي سأدفنك بيدي وأضع معك رجلين ديال الدجاج يا بنت القحبة، لأن المستوى ديالك لا يرتفع عن الكلب يا أيتها الكلبة الخسيسة. إذا نستضيف سلطانة وهي خريجة المعهد للخياطة بالسعودية، وهي محترمة، لدي الفيسبوك، أراها دائما قامت بالحج لمدة 3 أعوام، فتقول أن نوفا هي روح بموت. وسيري الله ينعل طب أمك، وسيري طبونك يا نوفا، طبونك ملي تيبغي يحويك شي واحد تتخرج منه ريحة القادوس البكار الخنز، وديري لك في ترمتك زب حبيبي، واش ملك ديري لها طواج بتلقى. سلطانة معايا في الروم، سلطانة مايك فري، انا نعطي لسلطانة المايك. هكا سلطانة دقدقي الزام البوا. سلطانة فينك؟ خدموا معايا لي زادمين، راكم خريتو. قلب الكرين، تحارب الكرين، دقدق لي زين ديال الكرين. فين هي السلطانة؟ سلطانة ديري الريزهاند، سلطانة ديري الريزهاند. هاكي مايك فري يا سلطانة.